متهيألي حان الوقت ان احنا نتكلم على الضرايب المفروضة على الموبايلات اللي جاية من بره واللي هيتنفذ بداية من اول السنة. بالأمانة انا ما كنتش فاهمة اي حاجة في الموضوع ده الى ان ظهر نائب وزير المالية امبارح وحاول يشرح هو ايه الحوار بالظبط، واليكم اللي انا فهمته. اول حاجة، اي موبايل اتفعل قبل 1/20/25 فهو مش هينطبق عليه اي حاجة من الكلام ده، ولا هيسجل اي حاجة ولا هيدفع اي حاجة، فانت كده امان. تاني حاجة، لو انت جاي من بره ومعاك موبايل استخدام شخصي فيه السيم كارد بتاعتك المحليه العاديه جدا، فانت برضو مش هتدفع عليه اي حاجه، بس هيكون عليك انك تسجله داخل تطبيق تليفوني اللي هيكون موجود من اول السنه. تالت حاجه، مفيش اي ضرايب جديده هتضاف على اللي جاي من بره، بس النسبة القديمة هتتاخد. هي النسبة القديمة هو اوريدي في ضرايب وجمارك بتتاخد على الموبايلات اللي جاية من بره، ونسبتها بتكون حوالي من 24 ل 38% من قيمة الحاجة على حسب نوع وسعر الجهاز وحاجات تانية كتير على حسب ما قريت. فالنسبة دي هي اللي هتتاخد، بس هي ما كانتش بتتحصل قبل كده بشكل منظم لانهم ما كانوش عارفين يحكموا الموضوع قوي. فعلشان كده لو حد جاي من بره ومعاه اي تليفونات كتيرة او تليفونات تتجمرك عليها مش استخدام شخصي يعني، هيدفع النسبة دي. ولو ما دفعش النسبة دي ولو ما سجلش التليفونات دي، فبعد 3 شهور يعني 90 يوم الخدمات بتاعة الاتصال هتتقطع عن الموبايلات دي لأنها غير مسجلة، يعني هيبقى معاك حتة حديدة. ده كلام لذيذ، وده كلام برضو معناه إن بداية من السنة الجديدة أي حاجة جاية من بره أو مش بتتصنع جوه مصر هيتفرض عليها الحاجات دي، يعني سعرها هيبقى فوق كتير شوية. فأنت لو معاك موبايل حافظ عليه.